كل سنة وانتم طيبين. حبيت اقدم لكم النهاردة صنف رئيسي بيكون اساسي على سفرتي في رمضان، ما اقدرش استغنى عنه ابدا، وهي الشوربة. الشوربة من الحاجات اللي انا بحب جدا افطر عليها في رمضان، واهيئ كده معدتي قبل ما ادخلها اي اكل يكون تقيل على معدتنا. عشان كده عملت لكم النهاردة 4 اصناف من الشوربة مختلفين وجداد، والاربعة ما فيهمش غلطة واحلى من بعض. اول شوربة معايا هتبقى شوربة الخضار المشوي، سهلة وبسيطة جدا وصحية جدا جدا. اول حاجة استخدمت فلفل احمر، 3 فلفلات. انا طبعا الكمية دي تكفي تقريبا 4 افراد، من 4 ل5. قطعت الفلفل كبير كده لاني لسه هشويه. قطعت كمان كوسة وقطعت جزر. الخضار اللي انتوا عايزينه استخدموه، لو حابين تزودوا بروكلي، حابين تزودوا طماطم، زي ما انتوا عايزين. قطعت الكوسة كده زي الصوابع، وقطعت كمان الجزر. انا قشرته في البداية طبعا، وبعد كده هقطعه لصوابع علشان لما اجي اشوي الخضار ما يتهريش معايا. قطعت معاهم كمان بصلتين ابيض جوليان، وحطيت حوالي 4 فصوص من الثوم. هاخد بقى الكلام ده كله وهنزل بيه في بولة. انا نزلت بيه في بولة، وحطيت بعد كده عليه حوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل. حبيت اعمل الخطوة دي في بولة علشان لما احطهم على الجريل وادهن كل مرة الخضار او الجريل بزيت الزيتون، هستهلك كمية كبيرة من الزيت. وبما انها شوربة صحية فاحنا مش عايزين نستخدم كمية كبيرة من الزيت حتى لو كان زيت زيتون صحي. هسخن بقى الجريل كويس جدا، وانزل بالفلفل ياخد لون ويتشوي، ويبقى فيه ريحة شوي حلوة. ولو حابين تاخدوا الخضار كله مع بعض في صينية كبيرة وتحطوه في الفرن، مفيش اي مشكلة، تقدروا تعملوا كده. بس بما ان عندي خضار هياخد وقت عن خضار تاني، فانا حبيت ان انا اعمله فوق على الجريل، كان اظرف كتير. نزلت بعد كده في الفيز التانية، نزلت بالجزر ونزلت بالكوسة، ياخدوا لون كده وياخدوا علامة الشوي وريحة الشوي وطعم الشوي، وهرفعهم من على النار. اخر حاجة هنزل بيها هيبقى البصل والثوم. برضو الثوم لما بيتشوي بيدي طعم حلو جدا. حطيتهم كده في الجريل وقلبتهم، وبعد ما اخدوا لون الشوي البسيط ده رفعتهم من على النار. جبت بقى حلة وهنزل بقى بالخضار كله اللي اتشوى. طبعا انا على ما خلصت الخضار كله كان برد اصلا. نزلت بيهم كده في الحلة من غير اي دهون، وهحط عليهم حوالي من 3 ل4 كوبايات من المية. واساس اي شوربة انها تبقى شوربة صح، لازم تتساب حبة كتير يتغلوا، عشان كل المية اللي في الخضار تنزل في المية بتاعتنا او في الشوربة، وتعمل لي حبة مرقة حلوين. حطيت كمان واحدة ورق لورا، وهغطي الخضار ده واسيبه على نار هادية. انا سبته اكتر من ساعة لحد ما الخضار طلع كل الطعم وكل حاجة فيه، واتهرب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب بقى الهاند بلندر، وممكن تنقلوها في الخلاط لو حابين. هجيب الهاند بلندر وهضرب بقى الشوربة بتاعتي كويس جدا. ضروري ان ما يبقاش فيها اي قطع يعني باينه عشان تبقى شوربه. وطبعا شلت ورقه اللورة قبل ما اضرب بالهاند بلندر. هتبل بقى الشوربه بتاعتي في الاخر خالص. حطيت شويه ملح، وحطيت شويه من الفلفل الاسود، وهحط كمان شويه من الريحان الفرنسي او ريحان عادي، وحطيت شويه من الاوريجانو. الاتنين دول مع الشوربة اللي فيها خضار مشوي بيدوا طعم ونفس حلو جدا جدا. اخر حاجة هحطها هتبقى عصير ليمونة كبيرة، يديني شوية حموضة كده في الشوربة. تغلي غلوتين وارفع من على النار. وكده اول شوربة جاهزة. تاني شوربة معايا هتبقى شوربة الذرة. دي بقى شوربة من احب الشرب لقلبي. صحيح هي تقيلة شوية او دسمة، مش صحية قوي، بس طعمها خطير. اول حاجة عملتها نزلت بمكعبين من الزبدة، او مكعب كده حوالي معلقة كبيرة، وعليهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون. هجيب عندي بصلاية وسط مفرومة فرم ناعم، وهجيب عندي معلقتين كبار من الشوفان. شوفوا الاصلي المفروض ان احنا نستخدم دقيق ابيض عادي عشان يديني قوام للشوربة، بس انا حبيت استبدل دقيق الابيض بالشوفان. ولو عندكم دقيق شوفان حطوا دقيق شوفان. قلبتهم مع بعض شوية، وبعد كده نزلت بالذرة. انا استخدمت الذرة اللي هي الذرة العادية الصفراء المسلوقة. بعد ما حمصتهم شوية مع بعض او اديتهم تشويحة، عندي هنا هحط كوبايتين كبار من مرقة الفراخ او شوربة الفراخ. هي بتبقى احلى بشوربة الفراخ الحقيقة. حطيت بعد كده كوباية من الحليب، وهسيب كوبايتين من الحليب، وهسيب بقى الخليط ده يستوي والذرة تطلع كل الطعم اللي فيها، بحيث ان انا لما اجي ادوق
معلقة من الشوربة الاقي طعم الذرة، ما الاقيش ان انا مجرد بشرب شوربة يعني لبن وعليها شوية ذرة، لا، انا عايزة كل حاجة تاخد من طعم بعض. هغطيها واسيبها تغلي حوالي ربع ساعة كده، وبعد كده هيبقى قوامها كده. الشوفان من الحاجات اللي بتمتص السوائل، فهيتقل معايا القوام بدل ما احط دقيق ابيض. بعد ما كل حاجة بقى غليت وقربت اطفي عليها، هحط كوباية من الكريمة، كريمة الطهي، وهحط بعد كده معلقة كبيرة من الريحان، معلقة صغيرة مليانة من الريحان، ومعلقة من الأوريجانو، ومعلقة من الزعتر. وهقلب بقى الكلام الحلو ده مع بعض واسيبها تغلي شويه. واخر حاجه قبل ما اطفي حطيت المعلقه اللي فاضله من الشوفان. يبقى كده توتال الشوفان اللي انا استخدمته 3 معالق كبار، ورفعت من على النار. تالت شوربة معايا هتبقى شوربة البطاطس. الشوربة دي حلوة جدا جدا. انا عارفة ان البطاطس ممكن هي فعلا نشويات، بس الشوربة دي شوربة صحية وجميلة جدا. اول حاجه سلقت حوالي 3 بطاطسات كبار، وزي ما اتفقنا اي حاجه بتتزرع في الارض بتتسلق في ميه ساقعه عادي، مش محتاجه ان انا اسخن الميه الاول. قطعتها مكعبات وقشرتها، وبعد ما اتسلقت واستوت كويس جدا ضربتها في الهاند بلندر. الهاند بلندر شغال، خلاط شغال، تهرسوها في مصفى برضو شغال. زودت بقى كده شوية من الشوربة حبة حبة عشان الدنيا تبقى سهلة على الهاند بلندر. بعد ما وصلت للقوام ده، انا ما فرمتهاش او ما عملتهاش ناعمة قوي، انا سبت فيها حبة بطاطس كده يكونوا مش مضروبين جامد عشان يدوني طعم حلو. نزلت بباقي بقى الشوربة، واستخدمت توتال الشوربة اللي استخدمته كانوا حوالي 3 كوبايات كبار او 3 كوبايات معياريين. كل مرة بقلب حبة كده وبخفف القوام بالشوربة، وفي الاخر هزود تقريبا كوباية لكوبايتين من الحليب العادي خالص. الشوربة دي ما استخدمتش فيها ولا كريمة ولا زبدة، حبيتها تكون صحيح فيها نشويات بس تكون خفيفة شوية، مش كل اللي هنستخدمه كريمة. فانا حطيت الحليب، وهو كده كده الشوربه قوامها تقيل من البطاطس لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طب انا ما حطيتش زبده ولا حطيت توم ولا بصل، انا عايزاها كده. السر بقى في التتبيله بتاعتها. حطيت معلقه صغيره مليانه من الشبت المجفف، ولو ما فيش شبت مجفف نحط شبت فريش مفيش مشكله بس. وحطيت بعد كده معلقه صغيره برضو مليانه من الريحان، ومعلقة صغيرة مليانة من الزعتر، وحطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وقلبتهم مع بعض. الشبت والريحان والزعتر ادوني طعم خطير لشوربة البطاطس الحقيقة. بس كده هسيبها بقى تغلي شوية وهشيلها من على النار. رابع شوربة معايا وهي شوربة حلوة جدا جدا، شوربة البصل الفرنسي او شوربة البصل الفرنساوي. بصوا بقى، الشوربة دي اساسها حاجتين. اولا هنستخدم بصل ابيض خلاص او البصل الاصفر. قطعت 3 أو 4 بصلات كبار جوليان. هنزل بقى في حلة وهحط فيها مكعبين من الزبدة، وهحط معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهسيبهم كده لحد ما يسخنوا، وانزل بعد كده بالبصل. سر الشوربة دي في كرملة البصل، هي بتحتاج ان البصل يكرمل، وعشان اكرمل البصل كل اللي بحتاجه شوية من الزبدة شوية من الوقت بس. عشان اساعد البصل انه يكرمل شوية حطيت معلقة صغيرة مليانة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب الحاجات دي مع بعض، وهغطي البصل لحد تقريبا 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما يدبل بالشكل ده. بعد ما يدبل بالشكل ده هوطي النار حرارة متوسطة بس مايلة للهادي، وهسيب الحلة مكشوفة مش هغطيها. كرملة البصل سر الشوربة في كرملة البصل، هي اللي هتديني فعلا طعم حلو للشوربة. شوفوا الشوربة اللي على أصولها بيستخدموا فيها واين كوكينج أو نوع من أنواع الخمور اللي بتستخدم في الطبخ، حاجة زي الواين، حاجة زي البراندي، في كذا حاجة كده بيستخدموها. طبعا احنا مش هنستخدم ده، فأنا استبدلت الكلام ده بعصير البرتقان، وبتطلع بصراحة فيها نوع من أنواع الحموضة كده مع تسكيرة الكراميل البصل المكرمل، فبيبقى طعمها حلو قوي. جبت معلقة صغيرة من قشر البرتقان تديني طعم حلو، وحطيت معلقتين من الدقيق، وهبدأ بقى اسوي الكلام ده مع بعض لحد ما ياخد اللون الحلو ده. كرملة البصل ممكن تحتاج معانا لحد ساعة، فاحنا نكون كده صبورين ونكون عاملينها واحنا فطرانين مش واحنا صايمين عشان ما نزهقش ونضطر نعلي النار. نزلت بعد كده ب3 كوبايات من شوربة اللحمة.
شوربة البصل بتبقى حلوة قوي قوي بشوربة اللحمة عن شوربة الفراخ الحقيقة. وهسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض، وبعد كده هعمل لها التتبيلة بتاعتها، شوية ملح وشوية فلفل اسود وبس كده، وندوق ونظبط. لو احتاجت اي حاجة نزود، احتاجنا سكر، احتاجنا ملح، احتاجنا فلفل، زي ما انتوا عايزين. وهسيبها تغلي غلوتين وارفعها من على النار. شوربة البصل بتتقدم بطريقة معينة شوية، بتتغرف في طبق كده، ووقت الغرف بنحط عليها حوالي معلقتين ل3 كبار من أي نوع جبنة بتحبوه. أنا اللي توفر عندي كان شيدر، عندكم جودة تمام، فلامنكك تمام. بس يعني ما نحاولش نستخدم رومي عشان ما يبقاش طعمها حادق بزيادة. وسخونية الشوربة هتدوب معانا وهتسيح الجبنة. ولو حاطينها في طاجن او حاجه تقدروا كمان تدخلوها الفرن، بيبقى شكلها حلو قوي. حمصت بقى عيش باجيت كده بشويه من زيت الزيتون وبس كده. الشوربه كان طعمها بصراحه خطير. وبكده نكون عملنا 4 أنواع من الشرب، ال4 أحلى من بعض. تقدروا طبعا تغيروا فيهم حسب ذوقكم، أنا بس اديتكم أفكار. وياريت تسيبوا الفيديو ده عندكم لأنه هينفعكم جدا طول الشهر وفي أي وقت كمان. خزنتهم على فكرة في علب أو في أكياس في الفريزر، وبينفعوكم قوي، بيبقوا سهل قوي تطلعوا وتسخنوهم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه بأي حاجة. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا، بحبكم. باي باي.